يعني ايه منادى؟ المنادى هو الشخص او الحاجة اللي انا بنادي عليها، زي لما اقول لك يا محمد. محمد ده منادى. يعني ايه منادى؟ يعني هو ده الشخص اللي انا بنادي عليه. ادوات النداء اللي بنادي بيهم على المنادى هم 5 ادوات: الهمزة، واي، ويا، وايا، وهيا. المنادى عندي ليه 3 انواع. اول نوع المنادى المضاف. يعني ايه المنادى المضاف؟ يعني المنادى بيجي بعديه مضاف اليه. ازاي يعني؟ زي لما اقول لك يا بائع الورد، هنا في عندي اداة نداء، يبقى معنى كده ان في منادى. طيب المنادى بيبقى موقعه فين؟ بيبقى بعد اداة النداء اللي هي كلمة بائع. جميل. تعالى بقى نشوف بائع دي انهي نوع من انواع المنادى، مضاف ولا انواع التانية. هبص على المنادى وابص على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة الورد. لو لقيت الكلمة اللي بعد المنادى مضاف إليه يبقى نوع المنادى بتاعي هنا مضاف. مش الورد هنا مضاف إليه لكلمة بائع؟ هتقول لي هقول لك بس يبقى المنادى عندي هنا نوعه مضاف. يبقى فهمت يعني ايه منادى مضاف؟ يبقى بعد المنادى المضاف على طول لازم يبقى فيه مضاف إليه. أو زي لما أقول لك يا طالب العلم، هقول لك هنا فين المنادى؟ هتقول لي المنادى اللي هو بعد أداة النداء على طول اللي هي كلمة طالب. هقول لك تمام، عايزين نحدد نوعها. هنبص الأول هنشوفها مضاف ولا لأ. هنبص على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة العلم. مش كلمة العلم مضاف إليه لكلمة طالب؟ تمام، يبقى المنادى عندي هنا مضاف. هتقولي بس كده هو ده المنادى المضاف؟ سهل قوي كده، بس كده هو ده المنادى المضاف. هتقولي طب اديني مثال تاني بس عشان أأكد المعلومة. هقولك زي ما نقول يا رب العالمين. فين المنادى عندي هنا؟ كلمة رب. هنبص بعديها جه مضاف إليه ولا لأ؟ كلمة العالمين مش مضاف إليه لكلمة رب؟ هتقولي مضاف إليه. هقولك بس يبقى المنادى بتاعي اللي هو كلمة رب منادى مضاف. هتقولي كده أنا فهمت المنادى المضاف، عايز أعرف إعرابه بقى. هقول لك واحدة واحدة، اصبر على رزقك وما تستعجلش. عارف انت لما تكون في فرح وتقابل واحد صاحبك بس من ظهره وتشوفه وتحب تروح تسلم عليه، واول ما تسلم عليه ويلف لك تلاقيه مش هو، فتقول له انا بعتذر اصل انت شبه واحد صاحبي قوي. معنى الكلام ده ان هو شبهه بس مش هو، صح؟ تاني نوع من انواع المنادى عندنا هو الشبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف، ايوه، يعني مش مضاف، هو يشبه له. هتقول لي ايه ده، هي فزوره ولا ايه؟ هقول لك لا مش فزوره ولا حاجه. والمقصود هنا بالشبيه بالمضاف ان المنادى عندي بيجي بعديه حاجه توضح معناه وتوضحه لكن ما تكونش مضاف اليه. هتقول لي طب ما انا كده هتلخبط بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. هقول لك لا، ما ينفعش تتلخبط. فلما اجي اقول لك يا بائعا للورد، فين المنادى عندي هنا؟ كلمه بائعا. طب انا عايز احدد نوعها دلوقتي. هبص على الكلمه اللي بعديها اللي هي كلمه للورد. كلمه للورد دي مضاف اليه؟ هتقولي لا طبعا ده اسم مجرور. هقول لك طيب بخلاف دي، كلمه بائعا نفسها لو كان جاي بعديها مضاف اليه كان هينفع تبقى منونه؟ يعني ينفع المضاف اليه يجي قبليه اسم منون؟ لا طبعا، ده من عاشر المستحيلات. معروف ان المضاف اليه الكلمه اللي قبليه ما ينفعش باي حال من الاحوال تبقى منونه. فمن البديهي كده اول ما اشوف المنادى بتاعي منون معنى كده ان ده ما ينفعش يبقى مضاف. هتقولي جميل، انا فهمت الحته دي، بس انا عايز افهم يعني ايه بقى شبيه بالمضاف. يعني جه بعد المنادى كلمه مش مضاف اليه ومع ذلك وضحت لي المنادى. يعني انا هنا لو قلت لك يا بائعا وسكت، انت هتعرف هنا انا قصدي بائع ايه؟ لا طبعا. لكن كلمه للورد وضحت لك انا قصدي بائع ايه، وضحت لك ومع ذلك هي مش مضاف اليه. يعني قامت بنفس الدور اللي بيقوم بيه المضاف اليه اللي هو بيوضح الاسم اللي قبليه. فهنا كلمة للورد وضحت لي كلمة بائعا ان هو بيبيع ايه؟ للورد، لكن مش مضاف اليه. فالنوع ده بنقول عليه شبيه بالمضاف. او زي لما اقول لك يا طالبا العلم، فين المنادى هنا عندي؟ هتقول لي طالبا. هقول لك جميل، بص الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة العلم، تنفع تبقى مضاف اليه؟ ممكن واحد للوهلة الاولى يقول لي يا مستر تنفع والله، ايه مالها جميلة وزي الفل اهي، العلم اسم معرفة وجي قبلها اسم نكرة، جميل. هقول له لا طبعا ما ينفعش يا استاذ، فعلا علم عندي معرفة وقبلها اسم نكرة، بس النكرة دي منونة، والمضاف اليه ما ينفعش يجي قبليه نكرة منونة بأي حال من الأحوال. يعني لو بصيت في أمثلة المنادى المضاف هتلاقيها كلها كانت نكرة بس مش منونة. فأدام المنادى بتاعي منون يبقى معنى كده إن هو مش مضاف. عرفت إن في فرق كبير جدا بين المنادى المضاف والشبيه بالمضاف، وأنت هتعرف تطلعه بسهولة؟ هتقولي طب اديني مثال تاني بس أأكد أشوف الدنيا ماشية إزاي. زي لما أقول لك يا سيدي يا داعيا للخير أقبل، فين المنادى عندي هنا؟ هتقولي كلمة داعيا، جميل. هبص للكلمة اللي بعديها، الكلمة اللي بعديها مضاف إليه؟ لا مش مضاف إليه، يبقى ده مش مضاف. هبتدي أشوف هو ده من النوع التاني اللي هو الشبيه بالمضاف ولا لا. إزاي؟ هبص على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة للخير، هشوف هي الكلمة دي مش وضحت لي كلمة داعيا؟ وضحتها لي، يعني من غيرها ما كنتش هفهم كلمة داعيا. لكن هل كلمة للخير دي مضاف إليه؟
لا، هي قامت بنفس العمل اللي بيقوم بيه المضاف اليه، ان هو بيوضح الاسم النكره اللي قبليه. فهنا كلمه للخير وضحت لي الاسم النكره اللي قبليه لكن مش مضاف اليه. هتقولي طب وانا اعرفها منين؟ هقول لك ما انت كلمه للخير شيلها، هيحصل خلل عندك في كلمه داعيا. يعني مش هتبقى عارف ايه المقصود بكلمه داعيا، داعيه للخير ولا داعيه للسلام ولا داعيه لله. فكلمه للخير فصلت الموضوع، فهي اللي وضحت لك، زي كلمه للورد فوق. هتقولي الحمد لله انا فهمتها، بس عايز اعرف اعربه ايه بقى المنادى ده. بص يا سيدي، اول نوعين اللي هو المنادى المضاف والشبيه بالمضاف بيتعربوا اعراب ثابت ما بيتغيرش، منادى منصوب. طب منصوب بايه؟ على حسب بقى، اللي منصوب بالفتحه لو مفرد او جمع تكسير، منصوب بالياء لو جمع مذكر سالم او مثنى. طيب تعالى نعرب كام مثال مع بعض عشان تحس ان انت مطمن. لما اقول يا بائع الورد، بائع هنا ده قلنا نوع مضاف، اعربها ايه؟ منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب والورد مضاف إليه. أو زي يا طالب العلم، طالب هعربها منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والعلم برضه مضاف إليه. وزي لما أقول يا بائعا للورد، بائعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وللورد اسم مجرور. هتقولي طيب هو المنادى بتاعي ينفع يجي جمع مذكر سالم أو مثنى؟ هقول لك طبعا عادي، زي لما أقول لك يا بائعين الورد، أهي جبتها لك جمع مذكر سالم عادي. ركز معايا بقى، لأن آخر نوع عندي من أنواع المنادى هو المنادى المفرد. والمنادى المفرد عندي ليه 3 أنواع، لكن قبل ما أتكلم عن أنواعه يعني إيه مفرد؟ المقصود بكلمة مفرد إنه يكون كلمة واحدة، مش المقصود بكلمة مفرد إن هو ما يجيش جمع ولا مثنى، لا ممكن يجي جمع ومثنى عادي. وإنما اللي مقصود بكلمة مفرد إن هو يجي كلمة واحدة، يعني ما يجيش مضاف، ما يجيش بعديه مضاف إليه، ولا يجي بعديه شبيه بالمضاف. هتقولي إزاي يعني؟ هقولك هتعرف من خلال الأمثلة. لكن خليني اقول لك ان اول نوع عندي في المنادى المفرد هو النكره الغير مقصوده. هتقولي نكره عارفينها، يعني ايه غير مقصوده؟ غير مقصوده زي لما نادى على اي حد واقول يا مسافرا في التأني السلامه. هنا انا ما اقصدش مسافر بعينه، انا بتكلم على اي حد بيسافر بقول له خلي بالك في التأني السلامه. او زي لما اقول يا داعيا رفقا بالناس، هنا انا ما قصدتش داعي بعينه، وانما انا بتكلم على اي حد بيدعو. هتقولي لا، واحده واحده بقى عليا، عشان كده انا هتلخبط ما بين النوع ده اللي انت بتقول عليه نكره غير مقصوده وبين الشبيه بالمضاف. هقول لك مفيش اي لخبطه خالص، والدليل تعالى لي كده على الكلمه بتاعت اول جمله، على الكلمه اللي بعد المنادى اللي هي في التأني. هل في التأني وضحت لي كلمه مسافرا؟ لا طبعا، بخلاف لما قلت في الشبيه بالمضاف يا بائعا للورد، فكلمه للورد وضحت لي كلمه بائع ان هو بيبيع ايه. فهل كلمه في التأني وضحت لي كلمه مسافرا؟ هتقولي لا طبعا، وإنما هي جملة منفصلة بذاتها اللي هي في التأني السلام على بعض، ملهاش دعوة بمسافرا أصلا. فأنت المقياس بتاعك إن أنت هتبص بعد المنادى، لو اللي بعد المنادى ينفع يكون جملة لوحده يبقى ده مش شبيه بالمضاف. أو زي لما أقول يا داعيا رفقا بالناس، هنا كلمة رفقا وضحت لي كلمة داعيا؟ لا طبعا، بخلاف جملة يا داعيا للخير في الشبيه بالمضاف، هنا كلمة للخير وضحت لي كلمة داعيا إن هو بيدعو للخير. لكن هنا كلمة رفقا ما وضحتليش كلمة داعيا، ما قالتليش هو بيدعو لإيه. وإنما رفقا بالناس دي جملة جديدة ملهاش دعوة أصلا بداعيا، ينفع استخدمها لوحدها وأقول لأي واحد رفقا بالناس، وأقول لأي واحد في التأني السلامة. هتقول لي والمنادى في النوع ده بعربه إيه؟ هقول لك بعربه منادى منصوب، زي المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف. تاني نوع من أنواع المنادى هو النكرة المقصودة. نكرة يعني اسم نكرة، مقصودة يعني أنا قاصد حد بعينه. زي لما اقول لك يا مسافر في التأني السلامة، فهنا انا قصدت مسافر بعينه، يعني قصد حد معين بكلمه، واحد قدامي مسافر فبقول له يا مسافر في التأني السلامة. او يا رجال رفقا بالنساء، انا هنا قصدت رجال معينين، يعني رجال بعينهم، مش بخاطب كل الرجال، لا انا بكلم مجموعة من الرجال. هتقول لا استنى عندك لحظة بقى، طب وانا كده هفرق ان شاء الله ما بين النكرة غير مقصودة والمقصودة ازاي؟ ده الاتنين واحد، ده الجملة الواحدة ممكن تيجي نكرة مقصودة وممكن تيجي نكرة غير مقصودة. هو انا هخش جوه نية الراجل اللي بيحط الامتحان؟ في الحقيقة انت مش هتخش في نيته ولا حاجة، ولا تقدر تفرق ما بين النكرة المقصودة والغير مقصودة، الا بحاجة واحدة بس. هتقولي طب لومنا عليها بسرعة الله يصلح حالك، ايه هي الحاجة دي اللي هتفرقني ما بين النكرة المقصودة والنكرة الغير مقصودة؟ بص يا سيدي، هتبص على المنادى، لو لقيته منصوب يبقى ده نكرة غير مقصودة، لو لقيته مرفوع يبقى ده نكرة مقصودة. هو ده كده الفرق، بس هو ده الفرق، دي الحاجة الوحيدة اللي تخليك تفرق ما بين الغير مقصودة والمقصودة. هتقولي طب هو انا هعرف منين اصلا هي منصوبة ولا مرفوعة؟ لو فيها تنوين بالفتحة يبقى دي منصوبة، ما فيهاش تنوين بالفتحة يبقى دي مرفوعة. يعني كلمة مسافر عندي هنا دي مرفوعة مش منصوبة، لو كانت منصوبة
كنت حاطط لها تنوين بالفتحة. وكلمة رجال هنا الإعراب الظاهر بتاعها إن هي مرفوعة مش منصوبة. لو كانت منصوبة كنت قلت يا رجالا. هو ده اللي هيخليك تفرق ما بين النكرة المقصودة والغير مقصودة. آخر نوع عندي في المنادى المفرد هو العلم. يعني ايه علم؟ يعني اسم حد، زي لما أقول يا خليل، أو لما أقول يا محمد، أو لما أقول يا محمدون. فكل دي أسماء أشخاص أو جمع الأسماء الأشخاص. هتقولي طب المنادى في النكرة المقصودة والعلم بيتعربوا إيه؟ المنادى في الحالتين دول بيبنى على ما يرفع عليه في محل نصب. هتقولي لا والله أصل أنا مش دارس فارسي ولو سمحت كلمنا عربي. يعني يا سيدي المنادى في الحالتين دول لما باجي أعربه بقول منادى مبني. مبني على إيه بقى؟ على حسب هو إيه. لو هو مفرد مبني على الضم، لو هو مثنى مبني على الألف، لو هو جمع مذكر سالم يبقى مبني على الواو. ده المقصود بجملة يبنى على ما يرفع عليه. يبقى تاني بنكرر، المنادى في النكرة المقصودة والعلم بيبنى على الضم لما يكون مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، ويبنى على الألف لما يكون المنادى بتاعي مثنى، ويبنى على الواو لما يكون المنادى بتاعي جمع مذكر سالم. يعني أنا هعرف كلمة مسافر هنا إيه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. الإعراب ده ثابت، الإعراب ده ثابت. طب لو كانت مثنى وقلت يا مسافران هيبقى منادى مبني على الألف في محل نصب. طب لو كانت جمع مذكر سالم وقلت يا مسافرون يبقى منادى مبني على الواو في محل نصب. احنا كده خلصنا المنادى، فاضل عندي شوية ملاحظات لازم تاخد بالك منها. لما اجي انادي على كلمة معرفة بال زي الطالب والطالبة، ينفع اقول يا الطالب يا الطالبة؟ لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ لازم ازود ايها وايتها. فلما نادي على الطالب اقول يا ايها الطالب، ولما نادي على الطالبة اقول يا ايتها الطالبة. طيب ركز لي في الحتة دي. المنادى عندي لما بدخل أيها وأيتها هي كلمة أي اللي موجودة في أيها أو أيتها، وليها إعراب ثابت ما بيتغيرش، منادى مبني على الضم في محل نصب. هتقول لي الله، أمال الطالب والطالبة دول أعربهم إيه؟ اللي بيجي بعد أيها وأيتها غالبا بيعرب نعت لو هو مشتق، وبيعرب بدل وده ما بيجيش كتير لو هو جامد. يعني إيه جامد؟ زي لما أقول لك يا أيها الرجل يا أيتها المرأة. الرجل والمرأة هنا أسماء جامدة مش مشتقة، فبيعربوا في الحالة دي بدل. لكن ما تشغلش نفسك بالنقطة دي كتير، هو غالبا بيجي نعت. النقطة التانية لما اجي انادي على اسم الجلالة الله، ليه حالة من الاتنين، يا اما اقول يا الله بهمزة القطع على كلمة الله، او اقول اللهم والميم في اللهم بتبقى بدل يا النداء. تالت ملاحظة عندي عايز اقولها لك، النداء عندي ممكن يحذف. ازاي يعني؟ هو انت لو انت بتنادي على اخوك وهو جنبك في البيت بتقول له يا محمد احضر لي كذا، ولا بتقول له محمد احضر لي كذا؟ فكلمة محمد دي نداء، ولكن انت حذفت اداة النداء بتاعتها. هتقولي طب وانا هعرفها منين في قطعة الامتحان؟ هقول لك ما تخافش، هتبقى باينة ان في حد بينادي على حد، بس الاداة مش موجودة. زي لما اقول رب اغفر لي، هو هنا انا مش بنادي على ربي؟ هتقول لي اه، هقول لك تمام يبقى ده منادى، لكن الاداة بتاعته محذوفة. طب ربي هنا هتبقى نوعها ايه من انواع المنادى؟ هتبقى منادى مضاف، لان كان اصلها ربي بالياء وحذفت الياء للتخفيف، فاعربها عادي خالص منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اخر ملاحظة عندي لما نادي على هذا واقول يا هذا الرجل، هذا عندي هنا بتبقى منادى، واللي جاي بعديها اللي هي الرجل بيعرب نعت مش بدل. دلوقتي احنا خلصنا المنادى، هسيب لك شوية امثلة تحلها، والحل هيبقى من خلال التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل فيديو جديد احل فيه الامثلة دي. يعني ايه منادى؟ المنادى هو الشخص او الحاجة اللي انا بنادي عليها، زي لما اقول لك يا محمد. محمد ده منادى. يعني ايه منادى؟ يعني هو ده الشخص اللي انا بنادي عليه. ادوات النداء اللي بنادي بيهم على المنادى هم 5 ادوات: الهمزة واي ويا وايا وهيا. المنادى عندي ليه 3 انواع. اول نوع المنادى المضاف. يعني ايه المنادى المضاف؟ يعني المنادى بيجي بعديه مضاف اليه. ازاي يعني؟ زي لما اقول لك يا بائع الورد، هنا في عندي اداة نداء، يبقى معنى كده ان في منادى. طيب المنادى بيبقى موقعه فين؟ بيبقى بعد اداة النداء اللي هي كلمة بائع. جميل، تعالى بقى نشوف بائع دي انهي نوع من انواع المنادى، مضاف ولا انواع التانية؟ هبص على المنادى وابص على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة الورد. لو لقيت الكلمة اللي بعد المنادى مضاف إليه يبقى نوع المنادى بتاعي هنا مضاف. مش الورد هنا مضاف إليه لكلمة بائع؟ هتقول لي آه، هقول لك بس يبقى المنادى عندي هنا نوعه مضاف. يبقى فهمت يعني إيه منادى مضاف؟ يبقى بعد المنادى المضاف على طول لازم يبقى فيه مضاف إليه. أو زي لما أقول لك يا طالب العلم،
هقول لك هنا فين المنادى؟ هتقول لي المنادى اللي هو بعد أداة النداء على طول اللي هي كلمة طالب. هقول لك تمام، عايزين نحدد نوعها. هنبص الأول هنشوفها مضاف ولا لأ. هنبص على الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة العلم. مش كلمة العلم مضاف إليه لكلمة طالب؟ تمام، يبقى المنادى عندي هنا مضاف. هتقول لي بس كده هو ده المنادى المضاف؟ سهل قوي كده، بس كده هو ده المنادى المضاف. هتقول لي طب اديني مثال تاني بس عشان أأكد المعلومة. هقول لك زي ما نقول يا رب العالمين. فين المنادى عندي هنا؟ كلمة رب. هنبص بعديها جه مضاف إليه ولا لأ؟ كلمة العالمين مش مضاف إليه لكلمة رب؟ هتقول لي مضاف إليه. هقول لك بس يبقى المنادى بتاعي اللي هو كلمة رب منادى مضاف. هتقول لي كده أنا فهمت المنادى المضاف، عايز أعرف إعرابه بقى. هقول لك واحدة واحدة، اصبر على رزقك وما تستعجلش. عارف أنت لما تكون في فرح وتقابل واحد صاحبك بس من ظهره وتشوفه وتحب تروح تسلم عليه، وأول ما تسلم عليه ويلفلك تلاقيه مش هو، فتقول له أنا بعتذر أصل أنت شبه واحد صاحبي قوي. معنى الكلام ده ان هو شبهه بس مش هو، صح؟ تاني نوع من انواع المنادى عندنا هو الشبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف، ايوه، يعني مش مضاف، هو يشبه له. هتقول لي ايه ده، هي فزوره ولا ايه؟ هقول لك لا مش فزوره ولا حاجه. والمقصود هنا بالشبيه بالمضاف ان المنادى عندي بيجي بعديه حاجه توضح معناه وتوضحه لكن ما تكونش مضاف اليه. هتقول لي طب ما انا كده هتلخبط بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. هقول لك لا، ما ينفعش تتلخبط. فلما اجي اقول لك يا بائعا للورد، فين المنادى عندي هنا؟ كلمه بائعا. طب انا عايز احدد نوعها دلوقتي. هبص على الكلمه اللي بعديها اللي هي كلمه للورد. كلمه للورد دي مضاف اليه؟ هتقولي لا طبعا ده اسم مجرور. هقول لك طيب بخلاف دي، كلمه بائعا نفسها لو كان جاي بعديها مضاف اليه كان هينفع تبقى منونه؟ يعني ينفع المضاف اليه يجي قبليه اسم منون؟ لا طبعا، ده من عاشر المستحيلات. معروف ان المضاف اليه الكلمه اللي قبليه ما ينفعش باي حال من الاحوال تبقى منونه. فمن البديهي كده اول ما اشوف المنادى بتاعي منون معنى كده ان ده ما ينفعش يبقى مضاف. هتقولي جميل، انا فهمت الحته دي، بس انا عايز افهم يعني ايه بقى شبيه بالمضاف. يعني جه بعد المنادى كلمه مش مضاف اليه ومع ذلك وضحت لي المنادى. يعني انا هنا لو قلت لك يا بائعا وسكت، انت هتعرف هنا انا قصدي بائع ايه؟ لا طبعا. لكن كلمه للورد وضحت لك انا قصدي بائع ايه، وضحت لك ومع ذلك هي مش مضاف اليه. يعني قامت بنفس الدور اللي بيقوم بيه المضاف اليه اللي هو بيوضح الاسم اللي قبليه. فهنا كلمة للورد وضحت لي كلمة بائعا ان هو بيبيع ايه؟ للورد، لكن مش مضاف اليه. فالنوع ده بنقول عليه شبيه بالمضاف. او زي لما اقول لك يا طالبا العلم، فين المنادى هنا عندي؟ هتقول لي طالبا. هقول لك جميل، بص الكلمة اللي بعد المنادى اللي هي كلمة العلم، تنفع تبقى مضاف اليه؟ ممكن واحد للوهلة الاولى يقول لي يا مستر تنفع والله، ايه مالها جميلة وزي الفل اهي، العلم اسم معرفة وجي قبلها اسم نكرة، جميل. هقول له لا طبعا ما ينفعش يا استاذ، فعلا العلم عندي معرفة وقبلها اسم نكرة، بس النكرة دي منونة، والمضاف إليه ما ينفعش يجي قبليه نكرة منونة بأي حال من الأحوال. يعني لو بصيت في أمثلة المنادى المضاف هتلاقيها كلها كانت نكرة بس مش منونة. فأدام المنادى بتاعي منون يبقى معنى كده إن هو مش مضاف. عرفت إن في فرق كبير جدا بين المنادى المضاف والشبيه بالمضاف، وإنت هتعرف تطلعه بسهولة؟ هتقولي طب اديني مثال تاني بس أأكد أشوف الدنيا ماشية إزاي. زي لما اقول لك يا سيدي يا داعيا للخير اقبل، فين المنادى عندي هنا؟ هتقول لي كلمه داعيا، جميل. هبص للكلمه اللي بعديها، الكلمه اللي بعديها مضاف اليه؟ لا مش مضاف اليه، يبقى ده مش مضاف. هبتدي اشوف هو ده من النوع التاني اللي هو الشبيه بالمضاف ولا لا. ازاي؟ هبص على الكلمه اللي بعد المنادى اللي هي كلمه للخير، هشوف هي الكلمه دي مش وضحت لي كلمه داعيا؟ وضحتها لي، يعني من غيرها ما كنتش هفهم كلمه داعيا. لكن هل كلمه للخير دي مضاف اليه؟ لا، هي قامت بنفس العمل اللي بيقوم بيه المضاف اليه، ان هو بيوضح الاسم النكره اللي قبليه. فهنا كلمه للخير وضحت لي الاسم النكره اللي قبليه لكن مش مضاف اليه. هتقولي طب وانا اعرفها منين؟ هقول لك ما انت كلمه للخير شيلها، هيحصل خلل عندك في كلمه داعيا. يعني مش هتبقى عارف ايه المقصود بكلمه داعيا، داعيه للخير ولا داعيه للسلام ولا داعيه لله. فكلمه للخير فصلت الموضوع، فهي اللي وضحت لك، زي كلمه للورد فوق. هتقولي الحمد لله انا فهمتها، بس عايز اعرف اعرابه ايه بقى المنادى ده. بص يا سيدي، اول نوعين اللي هو المنادى المضاف والشبيه بالمضاف بيتعربوا اعراب ثابت ما بيتغيرش، منادى منصوب. طب منصوب بايه؟ على حسب بقى، لمنصوب بالفتحه لو مفرد او جمع تكسير، منصوب بالياء لو جمع مذكر سالم او مثنى. طيب تعالى نعرب كام مثال مع بعض عشان تحس ان انت مطمن. لما اقول يا بائع الورد، بائع هنا ده قلنا نوع مضاف، اعربها ايه؟ منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب والورد مضاف إليه. أو زي يا طالب العلم، طالب هعربها منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والعلم برضه مضاف إليه.
وزي لما اقول يا بائعا للورد، بائعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وللورد اسم مجرور. هتقولي طيب هو المنادى بتاعي ينفع يجي جمع مذكر سالم او مثنى؟ هقول لك اه طبعا عادي، زي لما اقول لك يا بائعين الورد، اهي جبتها لك جمع مذكر سالم عادي. ركز معايا بقى، لان اخر نوع عندي من انواع المنادى هو المنادى المفرد. والمنادى المفرد عندي ليه 3 انواع، لكن قبل ما اتكلم عن انواعه يعني ايه مفرد. المقصود بكلمة مفرد انه يكون كلمة واحدة، مش المقصود بكلمة مفرد ان هو ما يجيش جمع ولا مثنى، لا لا، ممكن يجي جمع ومثنى عادي. وانما اللي مقصود بكلمة مفرد ان هو يجي كلمة واحدة، يعني ما يجيش مضاف، ما يجيش بعديه مضاف اليه، ولا يجي بعديه شبيه بالمضاف. هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك هتعرف من خلال الامثلة. لكن خليني اقول لك ان اول نوع عندي في المنادى المفرد هو النكرة الغير مقصودة. هتقول لي نكرة عارفينها، يعني ايه غير مقصودة؟ غير مقصودة زي لما نادى على اي حد واقول يا مسافرا في التأني السلامة. هنا انا ما اقصدش مسافر بعينه، انا بتكلم على اي حد بيسافر، بقول له خلي بالك في التأني السلامة. او زي لما اقول يا داعيا رفقا بالناس، هنا انا ما قصدتش داعي بعينه، وانما انا بتكلم على اي حد بيدعو. هتقولي لا، واحده واحده بقى عليا، عشان كده انا هتلخبط ما بين النوع ده اللي انت بتقول عليه نكره غير مقصوده وبين الشبيه بالمضاف. هقول لك مفيش اي لخبطه خالص، والدليل تعالى لي كده على الكلمه بتاعت اول جمله، على الكلمه اللي بعد المنادى اللي هي في التأني. هل في التأني وضحت لي كلمه مسافرا؟ لا طبعا، بخلاف لما قلت في الشبيه بالمضاف يا بائعا للورد، فكلمة للورد وضحت لي كلمة بائع ان هو بيبيع ايه. فهل كلمة في التأني وضحت لي كلمة مسافرا؟ هتقولي لا طبعا، وانما هي جملة منفصلة بذاتها اللي هي في التأني السلام على بعض، ملهاش دعوة بمسافرا اصلا. فانت المقياس بتاعك ان انت هتبص بعد المنادى، لو اللي بعد المنادى ينفع يكون جملة لوحده يبقى ده مش شبيه بالمضاف. او زي لما اقول يا داعيا رفقا بالناس، هنا كلمة رفقا وضحت لي كلمة داعيا؟ لا طبعا، بخلاف جملة يا داعيا للخير في الشبيه بالمضاف، هنا كلمة للخير وضحت لي كلمة داعيا ان هو بيدعو للخير، لكن هنا كلمة رفقا ما وضحتليش كلمة داعيا، ما قالتليش هو بيدعو لايه. وانما رفقا بالناس دي جملة جديدة ملهاش دعوة اصلا بداعيا، ينفع استخدمها لوحدها واقول لاي واحد رفقا بالناس، واقول لاي واحد في التأني السلامة. هتقول لي والمنادى في النوع ده بعربه ايه؟ هقول لك بعربه منادى منصوب، زي المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف. تاني نوع من انواع المنادى هو النكرة المقصودة. نكرة يعني اسم نكرة، مقصودة يعني انا قاصد حد بعينه. زي لما اقول لك يا مسافر في التأني السلامة، فهنا انا قصدت مسافر بعينه، يعني قصد حد معين بكلمه، واحد قدامي مسافر فبقول له يا مسافر في التأني السلامة. او يا رجال رفقا بالنساء، انا هنا قصدت رجال معينين، يعني رجال بعينهم، مش بخاطب كل الرجال، لا انا بكلم مجموعة من الرجال. هتقولي لا استنى عندك لحظة بقى، طب وانا كده هفرق ان شاء الله ما بين النكرة الغير مقصودة والمقصودة ازاي؟ ده الاتنين واحد، ده الجملة الواحدة ممكن تيجي نكرة مقصودة وممكن تيجي نكرة غير مقصودة. هو انا هخش جوه نية الراجل اللي بيحط الامتحان؟ في الحقيقة انت مش هتخش في نيته ولا حاجة، ولا تقدر تفرق ما بين النكرة المقصودة والغير مقصودة، الا بحاجة واحدة بس. هتقولي طب لو قلنا عليها بسرعة الله يصلح حالك، ايه هي الحاجة دي اللي هتفرقني ما بين النكرة المقصودة والنكرة الغير مقصودة؟ بص يا سيدي، هتبص على المنادى، لو لقيته منصوب يبقى ده نكرة غير مقصودة، لو لقيته مرفوع يبقى ده نكرة مقصودة. هو ده كده الفرق، بس هو ده الفرق، دي الحاجة الوحيدة اللي تخليك تفرق ما بين الغير مقصودة والمقصودة. هتقولي طب هو انا هعرف منين اصلا هي منصوبة ولا مرفوعة؟ لو فيها تنوين بالفتحة يبقى دي منصوبة، ما فيهاش تنوين بالفتحة يبقى دي مرفوعة. يعني كلمة مسافر عندي هنا دي مرفوعة مش منصوبة، لو كانت منصوبة كنت حطيت لها تنوين بالفتحة. وكلمة رجال هنا الإعراب الظاهر بتاعها إن هي مرفوعة مش منصوبة، لو كانت منصوبة كنت قلت يا رجالا. هو ده اللي هيخليك تفرق ما بين النكرة المقصودة والغير مقصودة. آخر نوع عندي في المنادى المفرد هو العلم. يعني ايه علم؟ يعني اسم حد، زي لما أقول يا خليل، أو لما أقول يا محمد، أو لما أقول يا محمدون. فكل دي أسماء أشخاص أو جمع الأسماء الأشخاص. هتقولي طب المنادى في النكرة المقصودة والعلم بيتعربوا إيه؟ المنادى في الحالتين دول بيبنى على ما يرفع عليه في محل نصب. هتقولي لا والله اصل انا مش دارس فارسي، ولو سمحت كلمنا عربي. يعني يا سيدي المنادى في الحالتين دول لما باجي اعربه بقول منادى مبني. مبني على ايه بقى؟ على حسب هو ايه، لو هو مفرد مبني على الضم، لو هو مثنى مبني على الالف، لو هو جمع مذكر سالم يبقى مبني على الواو. ده المقصود بجملة يبنى على ما يرفع عليه. يبقى تاني بنكرر، المنادى في النكرة المقصودة والعلم بيبنى على الضم لما يكون مفرد
أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. ويبنى على الألف لما يكون المنادى بتاعي مثنى، ويبنى على الواو لما يكون المنادى بتاعي جمع مذكر سالم. يعني أنا هعرف كلمة مسافر هنا إيه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. الإعراب ده ثابت، الإعراب ده ثابت. طب لو كانت مثنى وقلت يا مسافران هيبقى منادى مبني على الألف في محل نصب. طب لو كانت جمع مذكر سالم وقلت يا مسافرون يبقى منادى مبني على الواو في محل نصب. احنا كده خلصنا المنادى، فاضل عندي شوية ملاحظات لازم تاخد بالك منها. لما اجي انادي على كلمة معرفة بال زي الطالب والطالبة، ينفع اقول يا الطالب يا الطالبة؟ لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ لازم ازود ايها وايتها. فلما نادي على الطالب اقول يا ايها الطالب، ولما نادي على الطالبة اقول يا ايتها الطالبة. طيب ركز لي في الحتة دي. المنادى عندي لما بدخل ايها وايتها هي كلمة اي اللي موجودة في ايها او ايتها، وليها اعراب ثابت ما بيتغيرش، منادى مبني على الضم في محل نصب. هتقول لي الله، امال الطالب والطالبة دول اعربهم ايه؟ اللي بيجي بعد ايها وايتها غالبا بيعرب نعت لو هو مشتق، وبيعرب بدل وده ما بيجيش كتير لو هو جامد. يعني ايه جامد؟ زي لما اقول لك يا ايها الرجل يا ايتها المرأة. الرجل والمرأة هنا اسماء جامدة مش مشتقة، فبيعربوا في الحالة دي بدل. لكن ما تشغلش نفسك بالنقطة دي كتير، هو غالبا بيجي نعت. النقطة التانية لما اجي انادي على اسم الجلالة الله، ليه حالة من الاتنين. يا اما اقول يا الله بهمزة القطع على كلمة الله، او اقول اللهم والميم في اللهم بتبقى بدل يا النداء. تالت ملاحظة عندي عايز اقولها لك، النداء عندي ممكن يحذف. ازاي يعني؟ هو انت لو انت بتنادي على اخوك وهو جنبك في البيت بتقول له يا محمد احضر لي كذا، ولا بتقول له محمد احضر لي كذا؟ فكلمة محمد دي نداء، ولكن انت حذفت اداة النداء بتاعتها. هتقولي طب وانا هعرفها منين في قطعة الامتحان؟ هقول لك ما تخافش، هتبقى باينة ان في حد بينادي على حد، بس الاداة مش موجودة. زي لما اقول رب اغفر لي، هو هنا انا مش بنادي على ربي؟ هتقول لي اه، هقول لك تمام يبقى ده منادى، لكن الاداة بتاعته محذوفة. طب ربي هنا هتبقى نوعها ايه من انواع المنادى؟ هتبقى منادى مضاف، لان كان اصلها ربي بالياء وحذفت الياء للتخفيف، فاعربها عادي خالص منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اخر ملاحظة عندي لما نادي على هذا واقول يا هذا الرجل، هذا عندي هنا بتبقى منادى، واللي جاي بعديها اللي هي الرجل بيعرب نعت مش بدل. دلوقتي احنا خلصنا المنادى، هسيب لك شوية امثلة تحلها، والحل هيبقى من خلال التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل فيديو جديد احل فيه الامثلة دي.